انت في مصر الجديدة وما جربتش رأفت، يبقى لسه ما جربتش الاكل اللي بيولع السوشيال ميديا. ماشي، انا ومحمود اخويا قال لي استنى، ازاي تعدي من مصر الجديدة وما تقفش عند رأفت؟ هنا الاكل مش مجرد اكل، هنا حفلة كل يوم. سيخ الشاورما بيرقص في المكان، ما شاء الله عليه، وهو بيجهز الاكل بسرعة مش طبيعية. يعني قبل ما تلحق تقول جعان تلاقي السندوتش قدامك. الطحينة بتتحط بدلع، بهارات متوزعة صح. بصراحة وصفة مش هتلاقيها عند حد تاني. بصوا الطابور ما شاء الله من أول الشارع. الناس دي مش واقفة عشان فرجة، الناس واقفة عشان الطعم اللي بيفتح النفس. تخيلوا بقى كل واحد واقف ومش زهقان عشان السندوتش اللي مستنيه يستاهل. بصراحة جده واقف بيعمل السندوتشات بنفسه، وبصراحة شفت إن كل الناس اللي هناك عارفينه وبيحبوه. أخيرا دخلنا المعركة. الريحة يا جماعة مش طبيعية، البرجر بيتقلب على الفحم تحسه بيتكوي، الصوت ده اللي بيخلي الطابور ثابت. دخلت على الكاشير، جبت برجر كومبو بالجبنة. تحس وانت واقف في الطابور انك واقف على فيزا مش على سندوتش. بس بصراحة كل واحد واقف مبتسم، والريحة طايرة للناس جاية من آخر مصر الجديدة. انا عايز واحد برجر حبيبي. قدامه قد ايه وقت؟ اه ماشي. ما شاء الله السندوتش محتاج يعني اسطورة، محتاج 3 ياكلوه. تعالى كده قرب. هو ما شاء الله قطعة حوالي مثلا 300 جرام لحمة وعليها البيض، وهو سندوتش كلاسيك يعني، وتحتيها الجبنة والخس. اللحمة اهي. ما شاء الله سندوتش محتاج 3 ياكلوه. نجرب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول لك نم 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 نم. موضوع كنتش متخيل اللي هو بالجمدان ده. سندوتش حكاية، ولازم تيجوا تجربوا رأفت. استنيكوا هنا في مصر الجديدة.